السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. هنعمل النهاردة كفتة البطاطس، شوفوها معايا. سلقنا البطاطس وحطينا عليها زبدة وهنهرسها. سهلة جدا يعني، بس حطوا لايكات. هنهرس البطاطس وهي سخنة، يعني نسلقها ونقشرها وهي سخنة كده ونهرسها. هنحط بقى، هنعمل لها حشوتين بقى، حشوة بجبن، ميكس جبن، يعني جبن مشكلة، وحشوة بلحمة مفرومة معصجة. هي سهلة جدا. بصوا، بعد ما هرسناها حطينا عليها الزبدة، هنحطها بقى وهنحشيها. بصوا شكلها، انا ما بحطش بقى عليها ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجة خالص. دي ميكس جبن اهو. هنحشيها. هي بانيه، يعني زي الفراخ البانيه اللي انتوا بتعملوه. هنعمل اللي هي الميكس جبن ده مكورة كده، وهنعمل اللي هي باللحمة المفرومة هنعملها صوابع. ماشي. سهلة جدا. بصوا شكلها. هنحطها في الدقيق الأول، وبعدين هنحطها في البيض، وبعدين هنحطها في البقسماط. نحطها في البيض. حاطين على البيض طبعا ملح وفلفل، وبعدين هنحطها في البقسماط. بس لازم بقى يا بنات ايه، تسيبوها بعد ما تعملوها تخلصوها، لازم تدخلوها الفريزر شوية عشان ما تفكش منكم، عشان تمسك نفسها. ماشي. حطوا لايكات بقى، وحشتوني. حطوا لايك 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 لايكات كتير. انا زعلانة منكم عشان ما بتحطوش لايكات. اللايك بيرفع الفيديو يا جماعة. حبايبي حطوا لايكات. بنحط في الدقيق، وبعدين نحط في البيض، وبعدين نحط في البقسماط. ماشي يا حبايبي. ده بقسماط طبعا، متبلينه ومتبلين الدقيق ومتبلين البيض طبعا، بس يعني حاجات بسيطة، مش حاطين يعني عليه توابل كتير. ملح بسيط وفلفل بسيط وكده. ده بقى اللي هو باللحمة المفرومة، اللي انا عملته صوابع ده، رول باللحمة المفرومة. ماشي. هنحطه برضو في الدقيق وفي البيض وفي البقسماط. حاطين طبعا بقدونس على اللحمة المفرومة. انتوا طبعا عارفين ان انتوا بتعصجوا اللحمه ازاي، بصل ولحمه مفرومه، وحطينا عليهم التوابل برضو ملح وفلفل، وحطينا عليهم بقدونس بعد ما عصجناها قطعنا عليها بقدونس. ماشي. هنحطها بقى في الفريزر، وبعدين نقليها. حطوا لايكات. بصوا سهله جدا، اي حد يعني ممكن يعملها. بس انا حطيت يعني زبده على البطاطس زي اللحمه المعصجه، بصل ولحمه وقطعت عليهم بقدونس. ونحشيها، نعملها زي الرول كده، او بالطريقه عايزين تعملوها مدوره اعملوها رول اعملوها اللي انتوا عايزينه يعني. عايزين تعملوها زي البرجر كده قرص اعملوها، يعني التشكيل ده بقى ايه، كل واحد على حسب ما يحب يعني. بعد ما بنعملها كده نشكلها، بنحطها في الدقيق، وبنطلعها من الدقيق نحطها في البيض، وبعدين في البقسماط. وبعد كده بقى ايه، نقليها بزيت غزير طبعا اهي. بعد ما قليناها، شكلها جميل وطعمها جميل وريحتها جميلة. وحطوا لايكات يا بنات عشان الفيديو يتشاف، عشان انتوا ولا بتكتبوا تعليقات ولا بتحطوا لايكات. انا بقى بتعب نفسي وخلاص على كده. وشكرا لكم كلكم. شفتوا بقى دي اللي هي معمولة بالميكس الجبن. بصوا. بصوا يا حلاوة يا حلاوة يا جمالك يا زوزو، يا جمالك يا زوزو. واللي باللحمة المفرومة اهي. ايه رأيكم بقى؟ لو عجبتكم الفكرة دي حطوا لايكات، والسلام عليكم ورحمة